هي دي قصة عبد المنعم ابو الفتوح اللي عملها النهاردة، والمسرحية اللي عملها عبد المنعم ابو الفتوح النهاردة علشان يدي مبرر للصحافة الأوروبية والأمريكية لكي تتحدث عن عدم نزاهة الانتخابات، وتتحدث عن استخدام الدكتاتورية من قبل القوات المسلحة لدعم مرشحها كما يقول عبد الفتاح السيسي. الحقيقة دي مسرحية، هذه المسرحية لا تلزمنا ولا في دماغنا ولا في دماغنا أي حد غير مصر. هتقلع بلبوص يا عبد المنعم ابو الفتوح وتقف بالفانيلا والكلوت، واخد بالك، علشان تعمل نفسك ثورجي وتتكلم عن الانقلاب وما الانقلاب، وتعمل لي بايديك اللي قد المطرحه كده. ما هو ده عليه كف ايد عامل زي المطرحه. مطرحه كده، احنا الفلاحين نعرفها. عبد المنعم مطرحه، واخد بالك انت. عبد المنعم مطرحه منعم يقعد يلعب لك بايديه كده، يعمل لك كده.